في الحلقة اليوم تعالوا نهتم بغذائنا. تعالوا نهتم. أنا لما قلت في نهاية العام الماضي اللي هو عام 2016 إنه كان عام الحمير. نعم كان عام الحمير، لأن الحمير كانوا أبطالا للمشهد. إزاي بيتم ذبح الحمير ويأكلها البشر؟ بدأ البعض كمان يتكلم عن أفكار لتصدير الحمير للصين كحل لبعض الأزمات، وبالتالي كان عاما للحمير اللي هتشوفوه دلوقتي. وهنقول لكم بعض التفاصيل المهمة فيه، وهتشوفوا أول تقرير من نوعه صدر يتعلق بهذه الكارثة. بلاش تاكلوا اللحوم اللي هي المفرومة، اللحمة المفرومة، اللي هي كمان اللحوم المختلطة بالبهارات اللي هي بتتعمل سندوتشات كده او تتعمل اطباق، كبدة، كفتة، سجق. كل ده اللي هتشوفوه ده مشاهد مؤسفة بتسبب الامراض للمصريين. هي مشاهد جديدة لكن بتحصل كل شوية، بنلاقي فيه حوادث من هذا النوع. ولأن لحم الحمير مفيش فيه اللون الأحمر، لحم باهت يعني بيبان، فشوفوا ازاي بيستخدموا صبغة لما هتشوفوها. كل ده بيدخل في بطوننا، كل ده بيؤذي صحة المصريين. وبنقعد نسأل هي ليه طوابير الكبد، أمراض الكبد والكلى والسرطان، هي ليه الطوابير زادت بشكل كبير؟ هي ليه نسبة إصابة المصريين بهذه الأمراض الخطيرة زادت جدا؟ ما هو هتلاقي كل ده جزء كبير منه بسبب الأكل اللي احنا بناكله. أن يصل الجشع بالبعض إلى هذا الحد، وأن يصل غياب الدولة أيضا إلى هذا الحد، لأن ده اللي انت بتضبطه. طب اللي انت ما ضبطوش قد إيه؟ تعالوا نشوف أولا هذه المشاهد، وهنقول لكم التقرير الطبي اللي صدر وبيؤكد ايه المخاطر الناجمة عن ذلك، وهنشوفها اولا لكن هتبقى محور نقاش بعد قليل. المصريون يأكلون لحوم الحمير في شكل لحمة مفرومة. طبعا انت الواحد بياخد اللحمة المفرومة مع البهارات وغيره مش هتميز، لان هنا بيخفي كل ما يتعلق برائحتها، كل ما يتعلق بشكلها، كل ده بيخبيه بالشكل اللي انت هتشوفه، وبيدخل في بطون المصريين في النهاية. المفروم اللي عليه المادة الحمراء، حتى الألوان فرق اللون أو باين، هنا مش محطوط عليه وهنا محطوط عليه مادة حمراء. يعني ده بيبقى في بطننا، اللون اهو على ايدي ده بيبقى في بطننا، والحاجه ما هي منتهيه الصلاحيه جوه. هم بصوا بيحطوا عليها التواريخ، دي فاضيه بيحط عليها هو تاريخ. ايوه الماده الحمراء اهي على ايدي، اهي بقت ايدي عامله ازاي، وادي الماده الحمراء بيحلوها بميه وتتحط على المفروم. ده بيعمل سرطان. نعم الحاجه دي تقريبا المخزنين حوالي 5 طن. يلا ابعت اللون عامل ازاي يا جماعه. ده بيبقى في بطن الناس، الحاجه دي بتبقى في بطن الناس. بصوا ايدي لونها بقى عامل ازاي، ايدي لونها بقى عامل ازاي. ده في بطننا زيت اهو، زيت على ايدي، ده في بطننا بيبقى. حسبي الله ونعم الوكيل. جيب عربيتك حوالي 5 طن لحوم منتهية الصلاحية، تواريخ منتهية، ملونة بالمادة الحمراء المسرطنة، يضاف عليها الدهون دي، استيكرات كلها مضروبة، مشروع مبادرة الغلاء ضد الغلاء. ده الدهون طبعا اللي بتضاف على اللحوم. اسوان ايه ده؟ افتح كده يا عم حسن. عم حسن برضو مناظر يعني عجيبة عجيبة، الريحة خلاص. الثلاجة دي كلها دهون بس، اللي هناك دي مش شغالة صح؟
مكان كده للتصنيع، طبعا الحاجه فيه منتهيه الصلاحيه، كراتين كبده وقلوب وكلاوي. اللحوم المفرومه كلها حروق تجميد عامله زي السفنج. في ماده حمراء اللي هي بتضاف على المفروم. فول صويا. طبعا انا جبت كله، والاستيكرات برضو مبادره ضد الغلاء، يعني المبادره دي هتخلينا يعني مش عارفه نعمل في نفسنا ايه. دي قضيه متكامله كله، قضيه متكامله، مخزنين، وفي حاجات ما عليهاش بيانات اساسا. يعني ماده حمراء اهي محلوله في ميه علشان بيضيفوها على المفروم. وده ايه؟ انا في النور. بسم الله ما شاء الله. والله انا في حياتي ما شفت اللون ده، في حياتي ما شفت اللون ده، انها تبقى حمراء بالطريقه دي. بصوا بقى تدرج الالوان، لان هو ده لا هنا على الوش وما قلبش لسه. طبعا المشاهد اللي انتوا شفتوها هنجيبها لكم كمان بالمستندات، بالصور، وازاي بتدخل. حتى عندنا صور للاعلانات السجق وكل بقى ما تتخيلوا. ما تلغوا الحاجات دي من قاموس حياتنا، خاصة الآن. يعني طالما ان احنا شايفين انه معدلات استخدام الحمير في اكلنا زادت جدا، ما الناس بقى تلغي حكاية أي حاجة فيها لحمة مفرومة، أي حاجة فيها الكبدة اللي في الشارع والكفتة والسجق. لو شفنا بس تجيبوا لنا بعض الصور كل ده الناس بتدخل تاكله على اعتبار انها بتاكل اهو الحاجات اللي بتحبها بقى. يعني اهو سجق شرقي، اهو وده البيف البرجر اهو. تشوف كمان عندكم في يعني كل ما يتعلق باللحوم. وده طبعا هنبين لكم ازاي بعد كده الكارثه اللي موجوده في هذه النوعيه من القضايا. تعالوا نشوف كمان بقى الصبغه ازاي بيستعملوها. عن الاكل اللي بيدخل بطون المصريين، الطفل ياسين سامح وجبة كباب فاسدة أدت إلى مصرعه، والأب والأم جات لهم حالة تسمم في منتهى الخطورة. طبعا القضايا دي هتلاقوها كتير. آدى ياسين اللي ذهب ضحية لوجبة أكل. الناس بتاكل علشان تتغذى وعلشان تنمو، إنما لما يبقى الأكل يصيب الإنسان بالمرض ويؤدي إلى موته، هيخلينا نسأل خاله محمد، أستاذ محمد جابر. أستاذ محمد أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. قول لي ياسين توفي إزاي؟ حضرتك هم جابوا أكل من قرية في اسكندرية مشهورة. والده هو مروح، أكلوا. هو ليه أخته اسمها جويرية ما كانتش معاهم. هو أكل ياسين وأختي وجوز أختي. فتاني يوم صاحب الشغل بيتصل بسامح ما راحش الشغل لحد الساعة 1-2 بيتصلوا بيهم ما فيش حد بيرد. رحت أنا فقعدت أرن ما فيش حد بيرد والعربية بتاعت الشغل تحت. رحت كسر الباب، دخلت لقيت ياسين متوفي متخشب، ودخلت على أختي وجوز أختي. كانت الجيران كلها معايا بتاعت العمارة. لقيتهم سوري مرجعين على المخدة. بس ده الأب والأم؟ يعني الأب والأم جات لهم حالة تسمم وكانوا في غيبوبة ولا إيه؟ أيوه، قعدوا 3 أيام في مستشفى ميري. والطفل مات في ساعتها. أخدته في المستوصف اللي تحت البيت، قال لي البقاء لله. عنده كام سنة ياسين؟ 6 سنين. 6 سنين. وأخته كانت معاهم بس ما كلتش؟ كانت بايتة عند الجارة اللي في الوش. طيب في تقرير الطبي ظهر؟ تقرير الطب الشرعي لسه، بس تقرير الصحة هو اللي طلع. 6 أنواع من السرطات فاسدة فيها نوع بكتيريا.
تسمم من الدرجة الأولى. 6 انواع ايه؟ من السلطة. من السلطه. تمام. يعني التسمم جاله من السلطه. من السلطة، من الطحينة وبابا غنوج وبنجر، هم 6 أنواع سلطة. مش من الكباب نفسه. لا 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 لا، من السلطات. من السلطات. طبعا يعني ده شوفوا يا جماعه، ده نوعيه وحضرتك ثانيه لحد دلوقتي نعم. حضرتك لحد دلوقتي ما فيش أي إجراء اتخذوه مع القرية، وكان واكل معاها آخر حاجة هي الكباب والكفتة بالسلطات. كباب والكفته بالسلطات. تمام. طب اديني والده كده لو جنبك. تمام. استاذ. السلام عليكم يا استاذ وائل. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سامح والد ياسين اللي حضرتك عرضته دلوقتي. ربنا يصبرك يا استاذ سامح، ربنا يصبرك. انا ابني اتدفن من غير ما اشوفه، كنت في غيبوبه، يعني حتى اتدفن من غير ما انا اشوفه اخر مره، يعني بسبب قريه منهم لله، والله حسبي الله ونعم الوكيل. عارف حضرتك ابني يعني انت ده محل اكل شهير بتجيب منه على طول؟ على طول بجيب في السيوف، محل مشويات في السيوف. طيب قول لي بس، لان انت يعني الاستاذ محمد بيقول دخل عليكم الصبح. حضرتك انا جبت الوجبه يوم الاثنين وانا مروح. كنا منها كمل، انا سامعك. كنا منها حضرتك، يعني ما اعرفش ايه اللي حصل لنا، جالنا صداع وما اعرفش يعني صاحب الشغل اتصل بيا ما ردتش عليه، فطلع محمد خاله قلقوا طبعا عندنا في البيت وعندهم، قلقوا كسروا باب الشقه لقونا كلنا، يعني انا ومامته مسروقين. يعني انت ما حسيتش ايه اللي حصل لك بعد ما اكلت الاكله؟ ما حسيتش بحاجه الا انا في المستشفى، قعدت 3 ايام 4 ايام في غيبوبه.